23 نوفمبر من العام اللي فات خرج مقال في الجزيرة كيحتفي بالتجربة المغربية في مجال صناعة الأدوية وكيفاش أن المغرب ولا رائد في هذا المجال في إفريقيا، بحيث أن أغلب احتياجات السوق المحلي كتصنع في المغرب. وبلغة الأرقام المغرب كيصنع ما يقارب 70% من حاجات السوق الوطنية من الأدوية، في حين أن 30% المتبقية كتستورد من الخارج. مؤخرا خرجت أخبار كتقول أن مبيعات الأدوية المغربية في الخارج تعدات 70 مليار سنتيم لحدود شهر ماي من هذه السنة، أي ما يعادل تقريبا زيادة بأكثر من 22% مقارنة مع السنة اللي فاتت وفي نفس الفترة، يعني الحدود شهر ماي. هاد الارقام اللي قلنا كتبين الفارق الكبير اللي كاين ما بين المغرب وباقي الدول الافريقيه. فيكفي تعرف ان دول افريقيا جنوب الصحراء كتستورد ما بين 70 و 80% من الحاجيات ديالها من الادويه من الخارج، وهذا رقم خرافي. يعني معظم الدول الافريقيه كتعاني من شبه انعدام الامن الدوائي في البلدان ديالها. واللي كيأكد هذه الارقام هي الجائحه اللي عاشها العالم مؤخرا، فين كانت الدول الافريقيه هي اخر الدول اللي كتوصل بالادويه واللقاحات. قبل ما نشوفوا الموضوع بالتفصيل وكيفاش المغرب كيخطط يسيطر على السوق الافريقي للادويه، كنبغي نفكركم بالاشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي اول مره كيتفرجوا في هذه القناه، وما نساوش الى عجبكم الفيديو تخليو لايك وتبارطاجيو مع اصحابكم. الصناعه الدوائيه في المغرب كتشكل ثاني نشاط كيميائي في البلد من بعد الفوسفات، والمغرب كيحتل المرتبه الثانيه في هذه الصناعه على مستوى القاره الافريقيه من بعد جنوب افريقيا اللي كتسيطر على نسبه كبيره من السوق الافريقي. البدايه ديال صناعه الادويه في المغرب بدات في الخمسينات من القرن الماضي ب5 الوحدات فقط، قبل ما ينتقل العدد ل 18 وحده في الثمانينات، وحاليا كيتقدر العدد ب 53 وحده صناعيه. من اهم الشركات المغربيه اللي كتشتغل في هذا المجال كاينه شركه لابروفان. لابروفان تاسست سنه 1949، يعني قبل استقلال المغرب، والمؤسس ديالها هو عبد الرحيم بنيس. هاد الشركة اعلنت في فبراير من هاد السنة على اتفاقية شراكة مع شركة سينوفارم الصينية. بموجب هاد الاتفاقية غادي يكون تعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والمكونات النشيطة، وكذلك إنتاج المواد الاستهلاكية والأجهزة الطبية والمعدات. La signature d'un accord entre le laboratoire chinois Sinopharm et le pionnier de l'industrie pharmaceutique au Maroc, Laprofan, dans les secteurs de la médecine et de la pharmacie, vient renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé. La sécurité sanitaire est vraiment l'une des priorités de notre pays et nous nous efforçons, avec cet accord que nous venons de signer avec Sinopharm, d'y contribuer, qui est un accord très large, qui couvre non seulement les produits pharmaceutiques, mais également les principes actifs qui servent à la production de médicaments, les articles de conditionnement, les équipements, les dispositifs médicaux. La présence de Laprofan dans de nombreux pays d'Afrique permet de mieux répondre avec Sinopharm aux besoins de santé publique du continent et franchir ainsi une nouvelle étape vers la construction de la communauté de destin sino-africaine. من أكبر الشركات المغربية كذلك كاينة شركة سوطيما. هذه الشركة اللي كتعتبر شركة 100% مغربية، تأسست سنة 1976 وكتنتج حاليا 300 منتج صيدلي، وحاليا كتسيطر على نسبة 10% من السوق المغربي، وكتمتلك 6 وحدات إنتاجية في المغرب، بالإضافة أنها هي المختبر الوحيد في المغرب اللي كتنتج الأنسولين. سوطيما كتشتغل في دول افريقيه كثيره بحال الغابون، مالي، السنغال، نيجر، بوركينا فاسو، بنين وغيرهم، بالاضافه كذلك لتواجدها في فرنسا والبرتغال. وكمعلومه، اتفاق اللي كان خلال الجائحه الاخيره ما بين المغرب وشركه سينوفارم الصينيه لانتاج اللقاح في المغرب، فكانت عباره عن شراكه ما بين شركه سوطيما المغربيه وشركه سينوفارم الصينيه. المغرب حاليا كتعتبر احد رواد الصناعه الدوائيه في افريقيا والعالم العربي، بالاضافه ان هذه الصناعه في المغرب كتوفر على اعلى معايير الجوده الاوروبيه. وبسبب هذه الصناعه المغرب قدر يقضي على العديد من الاوبئه، حسب رئيس الفيدراليه المغربيه لصناعه الادويه والابتكار الصيدلاني السيد محمد البوحمادي. المغرب كيضم حاليا 53 شركه دوائيه، واكد ان هذه الصناعه كتساهم في توفير 55 الف فرصه عمل في المغرب، منها 13 الف فرصه عمل مباشره. واهم حاجه هي ان 99% من الاطر اللي كتشتغل في هذه الشركات، سواء الشركات المغربيه او الشركات الاجنبيه، هي اطر مغربيه. بالنسبه للمساهمه ديال هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، فالصناعه الدوائيه كتشكل 1.5 من الجي دي بي او الناتج الداخلي الخام ديال المغرب، بالاضافه ان 70% من حاجيات السوق الوطنيه كتلبيها هذه الشركات من خلال التصنيع بشكل محلي. اما من ناحيه القيمه الماليه، فهذه الصناعه كتشكل 54% من قيمه الادويه اللي كتشرى في المغرب، الحاجه اللي كتبين ان الادويه اللي كيستوردها المغرب كيكون الثمن ديالها مرتفع.
الصناعة المغربية تمكنت من تغطية 70% من حاجيات السوق المحلية من الأدوية، هذا ما صرح به وزير الصحة والحماية الاجتماعية فيما يتعلق بتحسين الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية بالمملكة. هو رقم مهم يدعو من جهة إلى الافتخار بالصناعة الدوائية بالمغرب، ومن جهة أخرى إلى التساؤل عن حيثيات هذه النسبة المئوية الكبيرة. من أهم الموردين ديال الأدوية للمغرب نلقاو في المرتبة الأولى فرنسا، بعدها ألمانيا، سويسرا، ثم إسبانيا وإيطاليا. مؤخرا لاحظنا توجه المغرب لاستيراد الأدوية من الهند والصين اللي كيتعتبروا رائدين في هذا المجال وكيتميزوا باسعار تنافسيه مقارنه مع البلدان الاوروبيه. وكذلك كنلاحظوا ان المغرب كيدير شراكات مع هاد الدول التصنيع في المغرب والتصدير لدول افريقيه، خصوصا ان دول جنوب الصحراء كتستورد ما بين 70% و 80% من الحاجيات ديالها من الخارج. حسب بعض الارقام من اصل 55 بلد افريقي كاين معهد واحد فقط اللي مؤهل لتصنيع اللقاحات واللي هو معهد باستور في العاصمه السنغاليه داكار. بالاضافه انه كاين دولتين افريقيتين فقط اللي كيقدروا يوفروا 70% من الاحتياجات ديالهم بشكل محلي، وهاد الدولتين هما المغرب وجنوب افريقيا. يعني المغرب اذا طور صناعه الادويه بشكل سريع يقدر يستافد من هذا السوق الضخم اللي الدول الافريقيه كتخسر كل سنه 14 مليار دولار باش تستورد الحاجيات ديالها من الادويه. حسب بعض الارقام المغرب كيصدر ما يقارب من 17% من الادويه اللي كينتجها محليا لاكثر من 35 بلد مختلف، وهذه الصناعه كتساهم في الاقتصاد المغربي بحوالي 1.7 مليار دولار، اي ما يعادل 17 مليار درهم. من غير ان صناعه الادويه كتوفر فرص شغل كبيره في المغرب وكتساهم بمداخيل ضخمه، فهي كتعتبر شي حاجه ضروريه للامن الدوائي وصحه المواطنين المغاربه. في 21 مارس من هذه السنه رئيس الحكومه المغربيه السيد عزيز اخنوش حضر لتدشين اول مصنع ذكي في افريقيا. هذا المصنع اللي تابع لشركه فارماسينك المغربيه تقدرات التكلفه ديالو باكثر من 300 مليون درهم وكيوفر حوالي 300 منصب شغل. الجائحه علمتنا اننا خصنا نعتمدوا على نفسنا ونحققوا واحد السياده صحيه وسياده دوائيه، وهذا المشروع هذا داخل في هذا التوجه هذا. اليوم خصنا احنا كدوله، كان السيد رئيس الحكومه شرف على هذه الزياره هذه، نشجعوا الصناعه الدوائيه ولا سيما ان الصناعه ديال الدواء الجنيس. وحنا عارفين بان في العالم اليوم كاين صعوبات ديال يعني التزود من الادويه نظرا للصعوبه كذلك لاقتناء الماده الاوليه المواد الخام. فبالتالي كنشوفوا يعني واحد الصناعه محليه وطنيه كتتجه في هذا الاتجاه ولا سيما بالرقمنه ديالها وبهذا التطور لازم ما نشجعوها وتكون المواكبه ديالها. Cette Smart Factory, c'est la première usine 4.0 d'Afrique. C'est une avancée technologique majeure. C'est la nouvelle révolution industrielle en matière de médicaments. 300 millions de dirhams d'investissement, près de 300 emplois créés pour une usine aux normes internationales de production. قبل ما نسالي ما ننساش تخلي لي الراي ديالك في لي كومونتير، واذا عجبك الفيديو ما ننساش تبارطاجيه مع اصحابك وتخلي لايك. كان معكم انس، نشوفكم في الفيديو الجاي.